ازيكم، اخباركم ايه؟ لو جيت سألتك مين الشعب المضغوط في حياته واللي بيعاني اكتر، هل الشعب الفلسطيني ولا سكان دولة الكيان؟ طب مين الاكتر في الرفاهية والاعلى في مستوى المعيشة من الدولتين دول؟ هل الولايات المتحدة الامريكية ولا مصر؟ بدون نقاش الولايات المتحدة الامريكية اللي عندنا دي ما تتسماش عيشة اصلا. طيب بما ان الموضوع كده، تفتكر الناس اللي عايشين في الاماكن دي هل مستوى الرفاهية المتفاوت عندهم ده بيأثر على تماسكهم وقوتهم الداخلية، ولا الموضوع ملهوش علاقة؟ يعني الاماكن اللي فيها ضغط او ضيق في المعيشة او احتلال مثلا، هل اهلها بيقدروا يحافظوا على ترابطهم وانتمائهم وارادتهم، ولا الموضوع ممكن بسهولة ينهار عندهم ونشوفهم بيوصلوا لمرحلة اليأس ويفضلوا انهم يسلموا امورهم وممكن يوصل بيهم الحال للتخلي عن الحياة بشكل كامل؟ منطقيا الناس الاكثر في الرفاهية هيكونوا ابعد عن الضغوط النفسية والاضطرابات، وبالتالي هنوصل في النهاية ان الناس دي هتكون مستقرة ومتماسكة داخليا، وهنمشي في سلسلة طويلة كده من انماط الحياة لحد ما هنلاقي ان معدلات الانتحار عندهم منخفضة جدا. ده المنطق ولا لا؟ وبالعكس من كده بقى، الشعوب المضغوطة واللي طلعان روحها هتلاقي ان الناس فيها عندهم هشاشة نفسية وعرضة اكتر ان افراد كتير منهم تنهي حياتها، ومعدلات الانتحار عندهم هتبقى عالية. بس الموضوع مش كده خالص. الموضوع لو بصيت له كويس وفهمته هتلاقي انه بيختلف في احيان كتير عن الشكل الطبيعي اللي قلناه ده. هتلاقي عادي ممكن دول وكيانات تكون الدنيا مرفهة عندهم والحياة ماشية زي الفل، وبالرغم من كده الهشاشة النفسية عندهم ومعدلات الانتحار عالية جدا. ودول تانية عايشين حياة ما يتحسدوش عليها ابدا، ولو بصيت عليهم هتلاقي عندهم تماسك تتعجب منه وثبات زي الجبال. والنهاردة هنعرف الفرق الغريب ده والمعادلة الصعبة اللي قدر يحققها الناس دول، فتابع معاه. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. في البداية حابب أقول لك إن الفيديو ده مش هدفه استعراض معلومات عن بعض الدول والكيانات وخلاص، أو وجه المقارنة في حاجة حساسة زي كده، لكن الغرض الرئيسي إننا نعرف السبب الحقيقي والدوافع الرئيسية اللي ممكن توصل الناس للوضع ده. طيب خلينا نعرف مع بعض إن معدل الانتحار بيتقاس لكل 100,000 شخص. يعني كم واحد فيهم اتكل على الله بطريقة ما احنا اكيد مش هنتكلم عنها. والمتوسط العالمي في احدث الاحصائيات بيقول ان 9.8 حالة بتحصل في كل 100,000 دول، وده بشكل سنوي. لحد هنا كده تمام. لكن اللي مش تمام مجموعة الدول اللي هقولك عليها دلوقتي. شوية دول من الأعلى في معدلات الانتحار عالميا، وركز معايا كده بقى في اللي جاي. أولا كوريا الجنوبية، المعدل عندهم 28.6 حالة. كوريا، ها، الناس الجميلة اللطيفة الحلوة دي اللي البنات بيحبوا يتفرجوا على المسلسلات بتاعتهم. رقم 2 روسيا، المعدل عندهم 25.1 حالة لكل 100,000 شخص. سيدة العالم وصاحبة الرفاهية والديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية، المعدل عندهم 16.1 حالة لكل 100,000. حلو قوي. نسيبنا بقى من مجموعة الدول ديت ونروح لمجموعة دول تانية هتستغرب جدا منها زي ما انا استغربت كده بالظبط. من اقل الدول في العالم في معدلات الانتحار هي الدول اللي هقولها لك دي. الاردن بمعدل 1.6 حالة. سوريا 2 حالة. سوريا يا جماعة اللي متدمرة بقالها 15 سنة او اكتر. اما عن مصر ام الدنيا فكانت اعلى معدل وصلنا له كانت 3 حالات لكل 100,000 شخص. المعلومات والارقام دي للوهلة الاولى هتحسها متناقضة ومتضاربة مع الواقع اللي بتعيشه البلاد دي. يعني ازاي دولة غنية بتتمتع بكل الرفاهيات والحريات ومستوى الديمقراطية العالي ده يكون المعدل عندهم مرتفع جدا كده، ودول تانية متدشملين زي سوريا مثلا يكونوا من متزيلين القايمة بمعدل ضعيف جدا؟ لو ركزنا في الحياة في الدول دي هنلاقي ان مش الحاجة اللي بتحافظ على الانسان هي الرفاهية والديمقراطية بس، لا ده في عوامل كتيرة وممكن تكون اهم. اول حاجة ال3 دول اللي ذكرناهم دول، كوريا وروسيا والولايات المتحدة، دول بينتشر فيهم الالحاد بشكل كبير جدا، وحتى تابعين الاديان فيهم اسم كده في البطاقة مش اكتر. فبالنسبة لهم او بالنسبة لعدد كبير منهم يعني الحياة بلا هدف. بيقول لك انا اشوف الصاحي فين او اللي يعجب مزاجي فين واعمله وخلاص، غير كده انا ما اعرفش حاجه ولا ليا نظام معين ماشي عليه. انا واحد بصحى من النوم بشوف الكلام على ايه وخلاص اتكلنا على الله. والناس دول لو تعرضوا لاي موقف صعب في حياتهم، سواء كان صدمه او حزن او فقد او خساره، فما فيش اي ضابط يقدروا يستخدموه علشان يعدوا بيه الازمه اللي هم فيها. فتبص تلاقي عدد كبير منهم يقول لك بقى ايه، ما بدهاش، ويروح مشيع نفسه بنفسه. وطبعا هنا الوازع الديني او الخوف من العاقبه معدوم اصلا، لانهم غير معترفين بالدين من الاساس. اما لو بصيت على
حلفاء زي المسلمين أو البلاد الإسلامية، الناس وإن كانت بتعيش في ضنك لكن مربوطين بقواعد تحكم أزمتهم وتساعدهم على الخروج منها. وشوف بقى كم الآيات والأحاديث اللي بتصبر المؤمن وبتساعده على تجاوز الصعاب ديت، وكمان بتوعده بالأجر والثواب عليه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والقرآن الكريم مليان آيات في نفس السياق ده. الأحاديث النبوية برضه فيها من العبر والمواعظ كتير جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأظن لو إنسان مؤمن حق الإيمان وتدبر الآيات والأحاديث دي مش هيأثر عليه أي ضيق أو هم. تاني حاجة ودي مهمة جدا وهي الترابط المجتمعي. الدول الثلاثة اللي ذكرناهم الدنيا عندهم سايحة على الآخر ومفيش أي حاجز بينك وبين المحرمات، ودور الأسرة بينحصر فقط في فترة التعليم مش أكتر. أما لو عديت المرحلة التعليمية فأنت حرفيا بتكون لوحدك في الحياة. أنت مدعوم بشكل أو بآخر وعندك حرية بشكل كبير، لكن الانفراد ده بيسبب ضعف كبير في النفس، وغياب دور الأسرة والعيلة بيخليك معرض للانهيار في أي لحظة. ولو عايز تحس بالفرق ده شوف حياة الأسر في أمريكا وفي مصر مثلا، مين فيهم المترابط أكتر ومين فيهم اللي لو وقع في مشكلة هيلاقي اللي يسنده ويدعمه أكتر، وهكذا. طبعا القاعدة لا تعم على كل الناس وأكيد عندهم عائلات وكل حاجة زينا، لكن أنا بتكلم على فئة كبيرة منهم وهي اللي هتكون معرضة للكلام اللي كنا بنقول عليه. ثالث حاجة يمكن ذكرناها من شوية وهي الوازع الديني والمجتمعي. الإنسان مننا بيحصل له انتكاسات كتيرة جدا، وأكيد ممكن تحصل له عقبات في حياته تعمل عنده نوع من اليأس الداخلي والإحباط. دي طبيعة الإنسان والحياة، بس الإنسان برضه مطالب إن هو يحافظ على نفسه وقت الأزمات دي. مش تيجي الأزمة من دول يجري وينهي حياته على طول، بس لأن الإنسان خايب وممكن يعملها أصلا فالدين عمل لك حاجز كبير عندها، وإنك مهما يحصل ما ينفعش تعمل كده. اصل نفسك مش لعبه يا حبيبي، ولو الدين كان ساب الامر مطلق كانت حصلت حالات كتير منها زي ما شفنا في الدول اللي قلنا عليه. فهنا الحاجز اللي حطه الدين ده مش بيكتف الواحد، لا ده بيحافظ على نفسه وبيمنعه من اكبر واسوأ حاجه ممكن تحصل. بص بقى للبلاد اللي كنا ذكرناها، ان كانت كوريا او روسيا او الولايات المتحده، لا الدين ولا القانون بيمنع عنهم الموضوع ده، وكل واحد بيعمل اللي على مزاجه. علشان كده هتلاقي المعدل عندهم عالي جدا. دي كانت من ضمن الأسباب، وطبعا في غيرها كتير. خلاصة الموضوع إنك وإن كنت بتعيش في وضع صعب شوية لكن أنت بتمتلك حاجات مميزة جدا مش موجودة في دول تانية ولا في شرايع تانية، زي الدين والترابط الاجتماعي والتكاتف بين الناس. وإحنا المفروض بقى الصراحة نتمسك بالحاجات دي ونحافظ عليها على قد ما نقدر. كل الكلام اللي قلته ده يا جماعة حاجة، واللي شفناه بيحصل في دولة الكيان السنين اللي فاتوا وتدهور الحالة النفسية للناس هناك وخصوصا المجندين، وفي المقابل العزيمة والإصرار والثبات لإخواتنا المرابطين في القطاع حاجة تانية خالص. ومش عايزك تستغرب إن في كل فيديو تقريبا بخص موضوع غزة بالذكر. هو أولا قضيتنا الأولى والأخيرة، وثانيا فعلا الواحد اكتشف فيه حاجات كان من الصعب جدا انه يدرك ولو جزء بسيط منها، لكن علشان وقت الحلقة كده هيطول مننا فاحنا هنخصص الجزء الجاي ونتكلم عن الجيش اللي هو المفروض لا يقهر، يعني ازاي انقهر فعلا وتحطم داخليا قبل ما يحطموا اخواتنا المرابطين هناك. فاستنونا الحلقة الجاية واشوفكم على خير. سلام.